يا ابني نفسي مره تسبقني على الجيم يا يارا. يا ابني فكك مني بقى. بقول لك انا هخش اكل لقمه وتستناك تطلع الدوريه مع بعض. بتودي الاكل ده كله فين يا عماد؟ منصور خش صلي وادعي لنا والنبي. القائد جاي. بقول لك ايه، لو سأل عليا فكروا اني مسيحي والنبي. ها يلا سلام. سلام. صباح الخير يا فندم. خير، ازيك يا منصور؟ الحمد لله كله تمام. عامل ايه يا بطل؟ خير يا فندم. مين اللي يخطب الجمعه النهارده؟ الاغلب الجندي عز يا فندم. تمام. أهل العلم حول الشهيد، لماذا سمي شهيدا؟ فقال البعض سمي شهيدا لأن روحه تشهد الجنة قبل يوم القيامة، وقال آخرون أسأل الله أن يرزقنا عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا وأقم الصلاة. الله أكبر. الشهادة أو النصر، الشهادة أو النصر. اللهم انت عضدي ونصيري، اللهم انت عضدي ونصيري، بك اجول بك اقول وبك اصول وبك اصول وبك احارب. وبك احارب. اللهم انت عضدي ونصيري، اللهم انت عضدي ونصيري، بك اجول بك اقول وبك اصول وبك اصول وبك احارب. وبك احارب. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عملتي شاي مغلي ليه؟ ده بيعلي الضغط. احط لك عليه شويه حليب يا ستي. ما عاوزاش، روح. ازيك يا فرحانة؟ صباح الخير يا أما. صباح النور يا ولدي. عامل ايه؟ لا إله إلا الله. لا استنى، عاوزاك. خير في إيه؟ اقعد 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 يا حبيبي. خير. هديت. وأنا كنت بخبط راسي في الحيطان ولا إيه؟ لا طب بقول لك، تاخد حبة شاي؟ لا الله يخليك، شكرا. طب حتة هريسة الذرة؟ لا هفطر في الجسم. في إيه يا أما؟ خير، عايزة إيه؟ أنا لسه جافلة مع فيروز. واللي قال لك تكلميها؟ وما كلمهاش ليه؟ عايز نسيب البيت يخرب ولا ايه؟ جرى ايه يا ولدي؟ البت ما بطلتش عياط، عايشة معززة مكرمة ببيت أبوها، تيجي هنا تتهان؟ ده أبوها عمره ما مد يده عليها. والله دي رجعت له، ولو وصلت للطلاق هطلقها. اللي هي قالته ده ما فيش راجل محترم يتحمله. معلش يا ولدي، غصب عنها من حبها فيك، غيرانة يا ولدي، اعذرها. بقول لك يا أما، لو باقي عليا ما تكلمهاش تاني.
عشان خاطري بقول لك خلاص الكلام خلص. راضيها وعزة راضيها يا جلالة ولد. لما مكلمها زي ما مشيت ترجع. البت قالت ما رجعاش. مش عايز كلام في الموضوع ده تاني يما. قلت له ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ يعني قافلين على نفسكم المكتب وما قلتوش حاجة؟ كنا بنتكلموا في الشغل. مش مصدقاك. وأعمل لك إيه عشان تصدق عاد؟ عارف يا مساعد لو غدرت هنعمله فيك ايه؟ أنت بتهدديني ولا إيه؟ ايوه بنهددك. عايزك فندم. الشيخ حسين عاوز سيادتك فندم. تمام، اتفضل انت. السلام عليكم يا ولدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعنا بالغدر اللي صار فيكم وان النقيب عماد انصاب. للاسف بس خدنا حقه في نفس اللحظه. رجاله طول عمركم يا ولدي. شوف يا ولدي، انا فكرت وسالت وشرت. خير يا حاج. في الحقيقه مش هلاقي افضل منك لبنت صبا، وإلنا الشرف انك تكون من عائلتنا. الشرف كله ليا يا حاج. في انتظارك تشرفنا في البيت ونقرا الفاتحه. الف مبروك علينا، الف مبروك علينا يا حاج. الله يبارك فيك يا ولد. انا هستاذنك بس ان ننزل اجازه واطمن على عماد وارجع نقرا الفاتحه على طول. بالسلامه يا ولدي، بالسلامه. مبروك يا عمي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ولدي. كنتش اعرف ان البن عند هتلر حلو قوي كده. انت بتراقبني يا زين؟ والله ما مستغرب. كنت متوقع انك تطلع كده. مش مستغرب ايه وكنت متوقع ايه؟ وبعدين اللي محسسني كده انك لا مؤاخذه يعني قفشتني متلبس؟ ومين اللي اداك الحق اصلا انك تراقبني؟ دفع لك كام يا زياد؟ دفع لك كام عشان تنجي ابنه من حبل المشنقه؟ دفع لك كام عشان تطرمخ على كل حاجه؟ تبعت لمرتي صوري مع القتيله، تشككني انا في نفسي. كل المصايب اللي حصلت لي ما كانش حد يعرف يورطني فيها غيرك. انت بتخرف يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بخرف اني بقول الحقيقه؟ حقيقة ايه؟ دي الحقيقة في الشرق وانت في الغرب. عارف يا زين، انت صعبان عليا قوي. انا بنصحك تاخد اجازة وتروح لدكتور نفساني. وعلى فكرة انا كنت عند هتلر عشانك، عشان احميك.